كوتو كان واحد فقران وفاشل لحد ما لقى شغلانة كمدير رياضي عشان ياخد باله من شوية رياضيات موزز. بس لما اكتشف انهم كلهم لاسعين بقى يظبطهم ليل نهار عشان يتأكد انهم في الفورمة التمام. الحكاية بتبتدي مع كوتو وهو بيحاول يوصل لشغله الجديد في ميعاده، بس وقف فجأة لما شاف واحدة صاروخ بتقع على ركابها. قلبه أكله عليها، راح لها وسألها في ايه. قالت له ان وسطها فجأة ساب منها، ومن غير ما يستأذن نزل على المنطقة المصابة تدليك سريع، وبسبب مهارته الجهنمية في صوابعه خلاها توصل للرعشة في مكانها. بس قبل ما تستوعب كوتو اختفى، وده وجعها انها ملحقتش حتى تقول له شكرا. اتاري دي اول مرة لكوتو في المدينة الكبيرة، وهو هنا بس عشان اتقابل مؤخرا في أكاديمية سيوة المرموقة. المدرسة دي هي معقل لطلبة من مستوى تاني خالص في الفرق الرياضية، بيكسبوا البطولات الوطنية ولا كأنهم بيشربوا مية، وفي بنات كتير منهم رياضيات من النخبة. ورغم كل ده كوتو مش النوع اللي ليه في الرياضة، وكل اللي شاغل دماغه هو انه يستلم شغله الجديد. لما وصل المكان اكتشف انه هيبقى المسؤول الجديد عن سكن الطلبة، وانه هيعيش معاهم في نفس المكان. بس بلع ريقه وسكت لانه مفلس ومحتاج اي حاجة تدفع فواتيره. وهو بيقرب من المبنى لاحظ ان المكان حالته حالة ومش متصان كويس، وبدأ يجيله تردد انه يشتغل هناك. دخل جوه وقعد ينادي على اي حد موجود، بس بما ان محدش رد افترض ان مفيش حد في البيت، وبدأ يلف ويستكشف المكان. وللصدمة فتح باب ولقى مز اسمها أروما لسه طالعة من الدش. وقبل ما يلحق يبرر موقفه أروما طرقعت له قلم على وشه وطردته بره بالشلاليت. فكرته واحد منحرف ملوش حاكم، فكوتو فاف وجري بجلده وحاول يهرب من المبنى قبل ما تقطع له السجق بتاعه. بس وهو بيجري لبس في واحدة صاروخ تانية اسمها ميوكي ووقع على بلكونتها. وأول حاجة عملها لما فاق إنه قعد يحسس عليهم، بس أروما حصلته وفهمت غلط لما شافته فوق ميوكي وطيرته في الهوا بالمقشة. بعد الحادثة ميوكي شرحت الموضوع لأروما وكشفت ليها إن كوتو هو المسؤول الجديد عن السكن، وزودت إنهم عينوه عشان المسؤول القديم طفش. وقالت لأروما خليكي ممتنة شوية، بس الست النكدية قالت على جثتي. ميوكي طلبت من كوتو يعرف نفسه، فالخيبان قال إنه مجرد طالب بيحاول يدفع مصاريفه، مش المتحرش البصباص اللي أروما رسمها في خيالها. ميوكي اعتذرت عن سوء التفاهم وقالت إنها طالبة في الأكاديمية هي كمان. ولما سمع اسمها الأخير رن جرس في دماغه وافتكر إنها في الفريق الوطني للكرة الطايرة رغم إنها لسه طالبة. قال لها إنه طول عمره بيعشقها وإنه واحد من أكبر معجبيها، وده خلاها تتكسف شوية. ولما جيت دور على أروما عشان تعرف نفسها رفضت، فميوكي قامت بالواجب وقالت إنها لاعبة كرة سلة في الأكاديمية، وطلع إنها قادت فريق المدرسة ل3 ألقاب وطنية لحد دلوقتي. ومع إن كوتو شاف إن موهبتها دي حاجة جامدة، هي بتكرهه وبتتمنى لو ما كانش بيشتغل في المبنى بتاعهم. وهي بتمشي ميوكي اعتذرت عن قلة ذوقها، في حين إن كوتو قعد يقمص عشان ده أول يوم ليه وخلاص خد كره من واحدة من الزباين بتوعه. ميوكي قالت له ولا يهمك وهياخد وقته وتلين، وقالت له إن باقي سكان السكن راجعين من التمرين قريب. بس قبل ما تكمل جملتها الاتنين سمعوا صوت أروما من على السلم، وطلع إنها اتزحلقت ولوت كحلها. لما وصلوا هناك ميوكي راحت تجيب دكتور، وكوتو فضل عشان يخفف ألمها استخدم صوابعه السحرية عشان يدلك كحلها، وفي ثانية الوجع قل بشكل ملحوظ. ورغم كده أروما كملت في فصيلة قلة الذوق وضربت إيده بعيد عن رجلها من غير ما تقول شكرا. بس كوتو أصر يتكلم معاها لأنه خايف إصابتها تخليها تبطل لعب سلة، وبما إن أهله بيمارسوا الستاي والعلاج بالتدليك قال إنه يفهم حاجة أو حاجتين عن جسم الإنسان. دلوقتي هما الاتنين في أوضة أروما، فهي وقفت تفكر تاني قبل ما تمشي ورا كلام كوتو، وقبل ما تحس لقت نفسها ممددة على سريرها مستنية كوتو يشيل الوجع. ده شغل يا جماعة. أول حاجة كوتو دخل على وسطها، ومن الطريقة اللي لمسها بيها أروما أدركت إن المطر هينزل من حتة ما لو فضل مكمل كده. ولما اشتكت كوتو قال لها إن عضلات منطقة الوسط عندها متخشبة وممكن تقلب بإصابة خطيرة لو اتثابت. مذهولة أروما استغربت إزاي عرف ده من لمسة واحدة، فقررت تعتمد عليه شوية لأنها حست إنه ممكن يساعدها تفضل فت. لما سمح له يلمسها بدأ برجلها ومال عليها عشان يتنيها كذا مرة، بس مع كل مرة أروما بتلاحظ إنها بتقرب من السحابة التاسعة. الموضوع زاد لما رجليها فضلت تضغط على بوزرها عشان دي نقطتها الحساسة. ومع الثقافة اللي عمالة تزيد جواها كوتو مطها لأقصى حد وخلى المطر يبدأ ينزل، بس مش من السما. المضحك إن كوتو مش واخد باله من اللي هي فيه لأنه مركز بس إنه يخليها تحافظ على لياقتها. فلما خلص أروما أدركت إن كل المطر والتمطيط ده ساعد في مرونتها، فشكرت كوتو على كل حاجة. من جواها حست بالذنب إنها هتضطر تهدي تمرين عشان حالتها، بس كوتو قال لها إنه ما قالش كده، وخدته الحماسة ومسك إيديها وطلب منها تسيبه ياخد باله من جسمها ويخليها في قمة أدائها. بس أروما ضربت إيده فاكرة إنه عايز يستخدم موضوع المساج ده كوبري عشان يخبطها شوية. وصاحب أبوه وصل وطلع هو رئيس الأكاديمية.
الراجل عرف كوتو على كل الموزز اللي في السكن وقالهم يخلوا بالهم منه. ميوكي استلمت الدفة وعرفت باقي البنات على كوتو، بدأت بنفسها وبعدين أروما وبعدين إيزومي من فريق السباحة وأيابا من فريق الكورة وأخيرا تشيو من فريق تنس الطاولة. بعد كده كوتو حاول يدردش مع البنات بس ردود أفعالهم انتهت إنهم خوفوه. لما شاف كده الرئيس شرح إن البنات دول التعامل معاهم صعب شوية وحذر كوتو ياخد باله. أصلا المسؤول اللي قبله قعد يوم واحد بس، وبعدين فكر كوتو باتفاقهم بخصوص المنحة ووضح له إنها هتتلغي لو ساب الشغل. وأخيرا الرئيس أكد إن فرصة كوتو الوحيدة لدخول كلية الطب بتعتمد على إنه ياخد باله من البنات ويضمن إنهم يتخرجوا من الأكاديمية في قمة حالتهم النفسية والبدنية. لما سمع الكلام ده كوتو اتصدم، بس عشان مفيش قدامه حل تاني وافق على الشروط. تاني يوم كوتو قعد يذاكر الوصف الوظيفي بتاعه عشان يعرف المفروض يعمل إيه. بعد ما قرأ كل حاجة أدرك إنه هيقدر يسلك في شغله الجديد بما إنه متعود يعمل شغل البيت لأهله. أول حاجة بدأ بطبيخ الفطار، وبمجرد ما قدم للبنات أكلهم أروما قفشت عشان هو قاعد ياكل معاهم على نفس الترابيزة. ميوكي قالت لها إنها هي اللي عزمت كوتو ينضم ليهم، وعملت كده عشان عايزاهم يحدوا عليه بما إنهم في نفس الأكاديمية. ولا يهمها، أروما قالت مش طايقة تاكل مع كوتو بسبب اللي حصل امبارح. كشفت إنه كان بيبصبص عليها وهي بتغير، وفي حين كوتو بيحاول يشرح إنها كانت حادثة، ميوكي بتحاول تهدي أروما وتفهمها إنه كوتو ما كانش يقصد، وعدت موضوع إنه شافها من غير هدوم كأنه ولا حاجة. أروما اتغافت وجابت سيرة جلسة المساج اللي عملتها معاه وبتحاول تطلع الموضوع كأنه استغلها أو حاجة، بس ميوكي فكرتها إنها فعليا حست بتحسن كبير لما هو خلص معاها. بعدها كوتو قال للكل إنه موجود لو احتاجوا أي حاجة، بس أروما زعقت فيه تاني وقالت إنها مش قابلة وجوده في الشغل. الكلام ده نرفز إيابا، خصوصا إن أروما هي اللي عمالة تزعق من الصبح، فقالت لها اقفلي بقك وتنلي اسكتي. على الظهرية كده كوتو قام يغسل الهدوم لأن دي تاني حاجة مكتوبة في الكتيب بتاعه، بس دروع الحبكة الملامس الداخلية بتاعت البنات مستثناة. قبلها كان بيغسل المواعين في المطبخ، وميوكي جت تساعده عشان تخفف الحمل واعتذرت له عن أسلوب أروما. بس اللي حصل بين أروما وأيابا خلاه يسأل لو هما مش طايقين بعض. ميوكي قالت له إنهم دايما بيتخانقوا عشان شايفين نفسهم منافسين. طلع إن أيابا كانت في فريق شباب نادي بره البلد لحد الشهر اللي فات لما رجعت اليابان، رغم إن ميوكي أمحت إن عندها شوية مشاكل. لما سمع ده كوتو أدرك إن أيابا موهوبة زي الباقيين، بس ميوكي قالت له إنها قضت وقت طويل بره وممكن ما تكونش واخدة على العيشة في اليابان. حاليا كوتو بيفتكر الكلام ده، بس اتخض لما لقى درع حبكة مرمي وسط الهدوم اللي غسلها، وبالصدفة إيزومي شافته ماسكه وطلعت تجري وقالت إن ده بتاع أروما، فطلع يجري وراها عشان يمنعها تنشر الخبر. في الطريق لبست في أروما اللي شافت فورا إنه ماسك الدرع بتاعها، ففهمت غلط كالعادة وسمته منحرف وفاشل. بعد ما نجا منها بإعجوبة راح ينظف المبنى، وهو شغال لاحظ أوضة ريحتها كأنها متنضفتش من سنين. لما دخل لقى المكان كله زبالة وقعد يتسائل مين اللي عمل الفوضى دي. بص بتركيز ولمح حاجة بتتحرك تحت الملايات، فقرب عشان يشوف ايه ده، وهو رايح اتكعبل ووقع ولقى نفسه بيحسس على قلة شيو المنحرف الصغيرة. قعدت تداعب فيه انه عايز يخبطها. خلاص مصدوم كوتو شال ايده وحاول يشرح موقفه، بس قبل ما يستوعب أروما ظهرت في الأوضة وفهمت غلط تاني. المرة دي حلفت لتعلمه الأدب وقررت تجمع الكل لجلسة محكمة طارئة، وهناك أروما حطت كوتو في قفص الاتهام واتهمته بسرقة درعها والبصبصة عليها وهي بتغير ومحاولة خض تشيو من غير رضاها. وعشان الطين يزيد بلة تشيو ادعت انه اعتدى عليها، وده خلى أروما تقرر ترفض كوتو وتطرده من البيت. للمفاجأة إيابا دفعت عن كوتو وشرحت ان حادثة البصبصة واللخبطة في الغسيل وحتى الموقف مع تشيو كلهم كانوا حوادث. أروما شاطت غضب لما سمعت ده لأن إيابا بوظت خططها عشان تخلص من كوتو، وفي حين كوتو مستغرب ليه إيابا دفعت عنه. ميوكي قالت لأروما تعتذر لكوتو على اتهامها الباطل ليه، وبعد شوية تردد أروما أخيرا جمعت شجاعتها وعملتها. بعد ما الموضوع هدي كوتو أخيرا خد نفسه وراح أوضته بعد ما خلص كل شغله، متضايق إنه كان هيترفد في أول يوم ليه، بس مش قادر يبطل تفكير هي ليه إيابا دفعت عنه. فجأة إيابا ظهرت في أوضته، ورغم إنه اتخض لما شافها أول حاجة عملها شكرها إنها أنقذت وظيفته، بس إيابا استغلت الموقف وقالت له إنه مديون لها وعايزاه يرد الدين بإنها تعمل اللي تقول عليه. كوتو بص لقى المنظر اللي كولومبوس شافه أول ما وصل أمريكا، يا لهوي، بس عشان مش عايز يخسر جالونات ترجاها تلبس هدومها، لكن إيابا رفضت لأنها مصممة تتسقف الليلة دي، وألفت حجة إنها بردانة عشان تنط فوقه. وبينما كوتو بيحاول يمنع طاقته الملعونة إنها تطلع، سأل إيابا هي جت أوضته ليه، فقالت له عشان عايزة مساج للجسم كله قبل ما تنام. لما سمع كده كوتو قال لها كان المفروض تقولي كده أول ما دخلتي، بس هي كبرت دماغها وحضنته وقالت له إنها بتحب تاخد الأمور واحدة واحدة، وادعت إنها عايزة تصاحبه عشان ما عندهاش صحاب كفاية هنا في اليابان. بس كوتو أصر إنها ممكن تصاحب وهي لابسة هدومها. بعد كده نامت عشان كوتو يعمل مساج لظهرها، وانبهرت بقد إيه هو شاطر، ومن غير ما يعمل مجهود كبير بقت حساسة شوية وبدأت تتمنى لو معاها حاجة معينة تريح بيها نفسها. بس لمسة تانية من صوابع كوتو السحرية وصلتها للرعشة في مكانها، وبكده كوتو أنهى جلسة المساج وخرج عشان يجهز أوضة عشان تعمل فيها إطالات. بس وهو خارج
إيابة اتغاظت عشان ما وقعش في دباديبها رغم كل محاولات الإغراء دي، وهي بتفكر في الموضوع حلفت لتخلي كوتو يقع في حبها بأي طريقة. في الوقت ده كوتو كان في المطبخ مستغرب ليه إيابة لازقة فيه زيادة، وافترض عشان هي لسه راجعة من بره وفاكر إن ده العادي هناك. إيابة نايمة في السرير نفسها يحصل أكشن مع كوتو. بس كرهت فكرة إنها مش عارفة تغري واحد فقري زيه، لأن ده معناه إنها ممكن ما تلاقيش بوي فريند حقيقي. في نفس الوقت كوتو استرجع لما ميوكي قالت إن إيابة صعبة، وبدأ يشك إن إيابة عايزة تورطه عشان يخسر شغله. الإدراك ده خلاه حذر منها أكتر عشان مش عايز يضيع منحة الطب. شوية وخلص عمل الشاي في المطبخ، ولما رجع أوضته اتصدم لما لقى إيابة قاعدة على سريره بالمايو الرباني، وقبل ما حاجة تطول وتنشف قال لها تلبس حاجة، بس قالت له إنها حرانة قوي على إنها تلبس أي حاجة على جسمها. كوتو طنش وإداها الشاي المخصوص اللي عمله وقال لها يدفيها قبل ما يبدأوا جلسة الإطالات، فبعبعت الشاي كله ونامت على السرير عشان كوتو يشوف شغله على جسمها. من غير تضييع وقت كوتو بدأ يمط في عضلات شغدها الخلفية، بس مجرد لمسته شغلت كل عصب في جسمها، وهو بيحرك رجلها رايح جاي لاحظ إنها متخشبة شوية، فقرر يضم رجل التانية عشان ترتاح. لما حست بده إيابة لقت صعوبة في التنفس، وكل الثقافة اللي جواها بدأت تزيد بشكل مش مسيطر عليه، فاستسلمت وحاولت تكتم نفس كوتو. وهو مزنوق وسط كل اللبن ده كوتو أدرك إن دي مصيدة كبيرة وإنه هينتهي لو فقد أعصابه، فرجع لورا وقال لإيابة تبطل لعب. بس إيابة ادعت إنها عملت كده عشان توريه الوجع فين، بس من جواها عارفة إنها كانت بتحاول تخليه يشرب. وهي نايمة على جنبها بتتساءل تعمل إيه عشان تخليه يقع في حبها. بس وهي بتفكر في فكرة شيطانية كوتو لمس نقطة خلت بوابات السد تفتح وتخرج عن السيطرة، وبدأت تترعش. ترجته يشيل صوابعه من ظهرها، بس كوتو قال لها إنه يدوب بيلمس كتافها، وساعتها أدركت إنها هتستوي لو خدت الموضوع بجد. المرة الجاية لما كوتو لمس كتافها قدرت تستحمل، بس وهي بتستحمل كانت بتشرع عرق، وكوتو قال لها ده بسبب الشاي اللي شربتيه، وهو بيشرح إن المشروب بيحفز الدورة الدموية في الجسم. إيابة أدركت إن سريان الدم مش الحاجة الوحيدة اللي بتتحفز. من جواها نفسها تترجاه يهدي اللعب، بس مش قادرة عشان مش عايزة تبان ضعيفة، وهي أصلا بتخطط تغريه. في حالة يأس قلعت كل حاجة ورمت درع الحبكة في وش كوتو بحجة إنها بتعرق. لما شاف كده كوتو خد شمة بالغلط، وكان هيفضي كل الطاقة الملعونة اللي مخزنها بقاله شهور، بس فاق لنفسه وأصر يفضل مهني. إيابة بصت له وبدأت تفتكر إنها وقعته بما إنه بياخد وقت طويل في مساج ظهرها، بس لما حاولت تعمل حركة صايعة تانية اكتشفت إن كوتو متأثرش بخطتها، بالعكس بدأت تترعش بسبب كل الكهرباء المتجمعة من رقبتها لحد رجليها، واتمنت لو كوتو يوقف عشان تاخد نفسها. بس كوتو خد الجلسة لمستوى أبعد لما ضغط على النقطة التمام، وده كان كل اللي محتاجاه عشان تطرطش كل حاجة على السرير. وهي بتنازع عشان تتنفس كوتو سألها حاسة بإيه، بس فضلت ساكتة لأن مخها لسه بيحاول يستوعب اللي حصل. قبل ما تحس إيزومي دخلت الأوضة واتجمدت مكانها. لما شافت المنظر فاكرة إن كوتو كان بيدب في إيابة. مصدوم كوتو شرح إنه كان بيمطط إيابة بس، لكن إيزومي ما صدقتوش عشان كانت سامعة أصوات إيابة السعيدة من الصالة. إيابة كانت إنها كانت بتغني عشان صوابع كوتو السحرية مريحة، بس إيزومي قصفت جبهتها وسألتها ليه مش لابسة درع الحبكة. مكسوفة إيابة قالت لها قلعته عشان كانت حرانة وعرقانة، فإيزومي كتبت كل اللي قالته في نوتة ورفضت تشرح هي بتعمل كده ليه. وهي خارجة إيابة جالها إحباط عشان مش هتعرف تبص في وشها بكرة، وزيد على كده حوارها مع كوتو ممشيش زي ما خططت. لما سمع ده كوتو سألها لو كانت بتحاول تورطه، والسؤال صدم إيابة لأنها ما كانتش بتخطط تفوض ولا حاجة، ومع إنها ما قالتش نيتها الحقيقية حسبتها في دماغها إن لو كوتو بيقاومها عشان مش عايز يترفض يبقى هي لسه عندها فرصة معاه. قامت هزت شوية وحاولت تداعب خياله، بس استكفت وقررت تلبس هدومها. وهي خارجة من الأوضة قالت لكوتو إنها ترجع عشان إطالات تانية، وإنه لازم ينفذ اللي تقوله لو عايز يحافظ على شغله. سماع الكلام ده كان كفيل يخلي كوتو صاحي طول الليل، لأنه خايف إيابة تتسحب لأوضته وتنط على السجق بتاعه. تاني يوم الصبح كان نايم في السرير والسجق في وضع الغضب، والموضوع زاد لما استلم صورة مشفرة من إيزومي بتطلب منه يجيلها أوضتها. في الطريق استغرب إيزومي عايزاه ليه، وتوتر شوية لما افتكر إنها شافت اللي حصل مع إيابة الليلة اللي فاتت. بس لما وصل أوضتها اتصدم لما لقاها شغالة على مشروع مانجا. فورا اعتذرت إنها استدعته فجأة، والتصرف اللطيف ده خلى كوتو يظن إنها مش هتطلب منه حاجة منحرفة. بس لما سألها جابتني ليه قالت له إنها بتتساءل لو كان هو نيسونجي لأنه قدر ياخد لقطة مشفرة لإيابة رغم إنه في السكن بقاله كام يوم بس، واتهمته إنه خبط إيابة. ورغم إن كوتو قال لها إنه كان بيحاول بس يساعد في توتر إيابة مصدقتوش. بدلا من ذلك سألته إيه المميز فيه اللي بيخليه سهل عليه يتشائم مع البنات، فقال لها إنها صوابعه السحرية،
وبينما إيزومي بتحاول ما تفكرش الصوابع دي بتعمل إيه، كوتو عرض يوريها بتشتغل إزاي، بس رفضت لأنها مش مستعدة للبساط اللي بتيجي وراها على طول. وكشفت أنها سألت كوتو يبقى الأسئلة دي عشان بتدور على أفكار لمانجا الروم كوم بتاعتها. لما كشفت أنها بتخطط تسيب السباحة وتركز على المانجا، كوتو اتصدم تماما لأن منحته هتطير لو هي سابت. بفضول سألها عايزة تسيبها ليه، فقالت له عشان هي مش كويسة كفاية، عايزة تعتزل لو ما كسبتش مسابقة صغيرة جاية تاني يوم، لأنها معتقدة إنها مش هتسد في البطولات الكبيرة لو مش عارفة تأدي كويس في مسابقات صغيرة زي دي. بعد ما سمع الكلام ده، كوتو قرر يشوف أداء إيزومي في تمرين السباحة، وبعد ما راقبها بتاع 10 دقايق أدرك إن عندها موهبة. بعدها قرر يخليها مشروعه الخاص، ووراها لوشن ايد شكله غريب هيستخدمه عشان يعمل مساج لجسمها. لما شافت ده، إيزومي خافت لأنها مش متأكدة بالظبط هو عايز يستخدم اللوشن إزاي. بعد شوية استنت كوتو في أوضة اللبس، ولما الأخ وصل قال لها نامي مفروضة عشان أشوف شغلي. إيزومي وافقت، بس قبل ما توطي وضحت إنها مش هتقع في حبه زي ما أيابا عملت. مع بداية جلسة المساج، إيزومي خافت وسألت كوتو ليه بيستخدم لوشن إيد، فقال لها ده زيت أطفال معطر مش لوشن إيد، وادعى إن زيت الأطفال ده ليه ريحة مميزة بتساعد في استرخاء الأعصاب وتخفيف التوتر وتقليل القلق. لما سمعت كده، إيزومي شمته عشان تتأكد إنها مش هتتخدر أو حاجة، واكتشفت إن ريحة الزيت حلوة. بعدها على طول كوتو حط حبة زيت في كفه ودهنه على جسم إيزومي، بداية بدراعها، بس عشان دي أول مرة لإيزومي معاه، قلبها وحاجة تانية بدأوا يدقوا، وأدركت إنه ما كانش بيلعب لما اتكلم عن صوابعه السحرية. الموضوع احلو لما كوتو دلك كف ايديها، بس بدأت تفقد الإحساس بجسمها في اللحظة اللي كوتو دلك فيها كتافها برقة، وفجأة كده حاجة في صدرها بدأت تنشف. بس بما إنها مش هينفع تترجاه يربطها ويسقف لها، كتمت كل الثقافة اللي طالعة في رجليها لحد ما بطلت تترعش. في النهاية كوتو خلص جلسة المساج، وهو بيسحب صوابعه منها أدركت إن كل نقاط الضغط في إيديها ورجلها وراسها اتحفزت. بس كوتو قال لها إن نقاط الضغط اللي لعب فيها دي مش كفاية عشان تشيل القلق بتاعها، لأن عقلها دايما مشغول بحاجات كتير وهي بتعوم، ونصحها تصفي ذهنها قبل أي سباق. بس بما إن ده صعب، عرض عليها جلسة مساج أخيرة، دي بقى اللي هتجيب من الآخر. بس هو حاسس بشك ناحيتها لأن نقطة الضغط المستهدفة موجودة على، وده ساب إيزومي في قمة الصدمة. دي نهاية. في الوقت ده ومدرب السباحة طاير من الفرحة إن إيزومي كسرت رقمها القياسي في مسابقة امبارح. نائبة المدير بتطبق عليهم وبتسأل عن إيزومي، بس لما المدربة قالت لها إن إيزومي مع كوتو بدأت تشك وقررت تروح تشوف بيعملوا إيه ورا الأبواب المقفولة. نرجع للأوضة مع كوتو. إيزومي بتفتكر إنها فقدت شغفها للسباحة عشان كانت محملة بتوقعات الناس، بس بما إن كوتو بيقدم حل يخليها ترجع لأدائها بتاع زمان، سمحت له يضغط على نقطة الضغط اللي عندها. وعلى طول كوتو خد شوية زيت أطفال ودلك بضمير في نص بلكوناتها، بيحاول ينشط النقطة المستهدفة، وده خلى إيزومي تبدأ تترعش. وهو شغال، كوتو كان حريص يبعد عن بلكوناتها، بس في لحظة إيزومي لاحظت إنه ماسك نفسه وقالت له يطلع كل اللي عنده. لما سمع كده، كوتو رجع بذاكرته للوقت اللي أمه علمته إزاي ينشط نقطة الضغط دي. وقتها قالت له يدلكها دي النقطة دي كأنه بيدلك الجزء العلوي من الجسم، ويتأكد إن الزبون ما يقدرش يهرب من الرضا اللي بيحس بيه. بعد ما افتكر ده، كوتو اعتذر لإيزومي إنه كان ماسك نفسه، فإيزومي قالت له ولا يهمك يا سيدي، وكمل المساج. قبل ما تحس، كوتو دلق إزازة زيت الأطفال كلها على جسمها، ودخل دغري ينشط دلكوناتها. واللي بيحصل ده خلى إيزومي تحاول تمسك نفسها عشان النافورة ما تضربش، بس لما بدأت تحس إنها بتغرق تحت المحيط، أدركت إنها مش محتاجة تقاوم الصطافة اللي بتزيد جوه جسمها دي، وسمحت لكوتو يوصلها لنقطة الانهيار. بعد المساج شكرت كوتو على الشغل العالي، وقالت له إنها جاهزة تمام للسباق الجاي، بس قبل ما يمشي ترجته يعمل مساج لبلكوناتها تاني احتياطي لو كسبت السباق. ومن غير تفكير مرتين كوتو وافق، وده خلى إيزومي مبسوطة آخر حاجة. بعدها بشوية كوتو سرج من الأوضة، بس لابس في نائبة المدير على الناحية التانية. في الأول قعدت لسن عليه إنه كان مستمتع بوقته مع إيزومي بسبب الأصوات السعيدة اللي سمعتها من ورا الباب. مصدوم، كوتو قعد يهتهت ويقول إنه كان بيعمل مساج بس، لكن نائبة المدير قطعته وقالت إنها متأكدة إنه كان بيسقف لها، وطلبت منه يعمل لها مساج للجسم عشان يثبت براءته. بس قبل ما ده يحصل، مدربة السباحة جت وقالت لهم إن السباق هيبدأ. لما سمعت كده، الست قررت تمشي، بس قبلها قالت لكوتو
كوتو، حتى لو الرئيس سندك هطردك بره المدرسة لو عرفت إنك بتوعد أي مزة. كوتو رغم إنه مصدوم مشي من المبنى وهو مرتاح شوية، إنه مش بيسقف ولا بيوعد حد. ده معناه إنه في أمان من نائبة المدير المجنونة دي. تاني يوم وإيزومي رايحة تتمرن، واحدة زميلتها جاملتها عشان كسبت سباق امبارح وسألتها عن سرها وهتموت وتستفيد منه، بس مجرد التفكير إن كوتو يعمل مساج لواحدة تانية خلى إيزومي يتغير، وعشان كده رفضت تطلع السر. بعدين بالليل كانت فرحانة إنها كسرت رقمها تاني وخدت وقت ترسم وش كوتو، وفجأة كوتو ظهر وهمس في ودنها بكلام حلو عشان أدائها في السباق الأخير. وجوده المفاجئ خلى الأشعريرة تجري في عمود إيزومي الفقري، وما حستش لما كوتو بدأ جلسة مساج تانية مركز على ونقطة تانية ورا. بعد حوالي 5 صوابع إيزومي وصلت لنقطة الانهيار، بس صحيت واكتشفت إن كل ده كان حلم غريب. ورغم كده الموضوع عجبها ونفسها تجرب مساج تاني لا ينسى من كوتو. بعدها بشوية الكل اتجمع في الصالة عشان يحتفلوا بفوز إيزومي، وقعدوا ياكلوا ويشربوا نخا بالمناسبة. بعد 5 دقايق ميوكي دقت الأكل ولقيته إنه تحفة، فمدحت كوتو على طبيخه، بس إيابا ادعت إنها ساعدته وحاولت تاخد اللقطة، لكن أروما دخلت فيها شمال وقالت لها اكتمي عشان انتي ما بتعرفيش تطبخي أصلا. إيزومي دقت الأكل ومدحت طبيخ كوتو، وكمان تشيو اللي شافت إنه غريب إنه طباخ شاطر. كوتو شرح إنه كان بيساعد عمته في مطعمها، وده يفسر مهاراته في الطبخ، بس ده خلى أروما تتسائل إيه المهارات التانية اللي مخبيها. بعدها بثواني إيابكو بدأت تطبل لكوتو إنه شاطر وكده، بس ده نرفز أروما عشان إيابا لازقة في كوتو زيادة. وهما بيتخانقوا تشيو مدحت إيزومي على فوزها، بس الفضول خدها وسألته عملتها إزاي. إيزومي ردت إنه كوتو عمل لها مساج ساعدها تصفي ذهنها، ولفت تشكر كوتو تاني. المنظر ده خلى ميوكي تستغرب يا ترى ايه نوع المساج اللي كوتو عمله لإيزومي. بس قبل ما كوتو يلحق يقول لها انه دلك بلكونات إيزومي كتمت بقه وقالته يخلي اللي حصل بينهم سر. بعدها كوتو لاحظ ان إيابا ما لمستش اكلها، فقلق وسألها مالك. إيابا قالت له مش هاكل غير لو انت اللي حطيت الاكل في بقي. ولما كوتو حاول يخلع فكرته انه لازم يعمل اي حاجة تقوله عليها، ولما كوتو وافق أخيراً إيزومي وأروما ولعوا من الغيرة عشان هو واخد راحته قوي مع إيابا. لما الكل خلص أكل تشيو بدأت تشتكي إن عينيها بتقفل، وده بسبب سهرها على جيمس. لما أروما قالت إنها ما نامتش امبارح ميوكي هزقتها إنها طنشت التمرين امبارح عشان تلعب، وكوتو سمع الحوار ده، فبالليل راح لأوضة تشيو وهي بتلعب وقرر يساعدها تكسب الجيم عشان تنام. قال لها إنه بيساعد عشان يوفر جو يخليها هي وباقي البنات يركزوا في الرياضة، ومحتاجها تنام عشان ما تلغيش تمرين بكرة. لما تشيو سألت هيساعدها ازاي، كوتو رد انه هيعمل لها مساج يخليها تسترخي، فتشيو ابتسمت واتحمست، بس وشها قلب لما كوتو قال انه هيدلك بطها عشان هي حساسة جدا في الحتة دي. وكوتو رايح للسرير يجهزه للمساج اكتشف انها ما نظفتش اوضتها من قرون وهزقها على ده، وبدل ما تتكسف تشيو اشتغلته عشان ينظف هو الأوضة، والهفق وقع في الفخ. وهو بينظف تشيو سألته بيحب مين اكتر، إيزومي ولا إيابا، لانها عارفة ان الاتنين عينهم منه. السؤال ده رعب كوتو عشان نائبة المدير هددته امبارح بخصوص أي علاقة مشبوهة مع البنات. تشيو قالته ياخد باله عشان لو فضل يعشمهم هيقعوا في حبه. لما سمع كده خد وضع الدفاع وقال إنه مش بيعشم حد، بس تشيو قطعته وقالت له إنها متاحة لو يحب عشان هي مثقفة عن طريق شباب كتير وعندها خبرة. بس كوتو طنش ودخل دغري في جلسة المساج وبدأ برقبة تشيو، وهو شغال لاحظ إن عضلاتها متناسقة تمام بس كتافها متخشبة، والنتيجة لده قال لها تنام على جنبها وبدأ يدلك بطها. بس لما مطها بدأت تضحك عشان بتزغزغ هناك، لكن الضحك قلب شكوى لما كوتو ركز على نقطة معينة عشان بتوجع. كوتو قال لها إنه مش بيغاشم عليها، والوجع ده عشان بيدلك نقطة بتفك الشد في رقبتها وكتافها. تشيو اشتكت إنها مش طايقة الوجع، بس كوتو رد وقال لها إنه عارف إنها عايزة تبطل سهر على الجيمز، وقال لها إنه عارف إنها واخدة لياقة بجدية عشان هي متظبطة من قدام وورا بعضلات مرسومة صح، ومحدش يقدر يحافظ على فورمة الساحل دي من غير تمرين مستمر. وكمان قال إنه عارف إنها مش عارفة تبطل لعب عشان روح المنافسة عندها عالية وعايزة تكسب، فمدحها على ده، بس ترجاها تستحمل وجع المساج شوية على الأقل لحد ما يخلص. تشيو قالت له ماشي بس ما يوجعش قوي، بس كوتو رزعها لها في وشها وقال لها إنها هتصرخ، وده رعبها. بقت مش مرتاحة لما شافت كوتو بيبتسم من غير سبب، وافتكرت إنه بيستمتع بوجعها، بس هديت لما افتكرت إن كوتو ساعد أيابا وإيزومي قبل كده، واستنتجت إن مفيش حاجة هتحصل بينهم عشان هو مش نوعها المفضل، وعشان كده نطت على السرير واثقة إنها هتستحمل أي حاجة كوتو يعملها. بس أول ما كوتو بدأ يدلك تاني بدأت تصرخ إنها مش قادرة تستحمل. الموضوع وصل لدرجة إنها حاسة كأنها مربوطة وبيتسقف لها على صليب. بس الموضوع هدي لما كوتو خلص دراع واحد
وهي بتاخد نفسها كوتو جخل على الدراع التاني وبدأت تحس بكهرباء ماشية في جسمها، ورغم إنها جابت آخرها قررت ما تستسلمش وحاولت تمسك نفسها وتكتم الصرخة، ولما الوجع زاد الحاجة الوحيدة اللي في دماغها هي ازاي هتقفل ماتش التنس الجاي، والتفكير في الفوز ساعدها تصمد مع كوتو لحد ما خلص عليها. بعد كده أدركت إن بطها ما بقاش يوجع وإنها بقت مرنة أكتر في الحتة دي. كوتو حياها على تحمل الوجع، لأن من سنين فاتوا جرب نفس المساج على مصارعين سومو كبار ومحدش فيهم قدر يستحمل. الظاهر إنه ما كانش متأكد إن تشيو هتستحمل صوابعه السحرية، بس دلوقتي خلاص عرف إنها صمدت بسبب روحها القتالية. وبعدين قال لها يا كيوت واتمنى لها التوفيق في ماتش التنس الجاي، بس تشيو زقته بره اوضته. اتاري قلبها بيدق بسرعة عشان قال لها كيوت، وخدودها احمرت عشان بدأت تقع في حبه، وده مضايقها عشان آخر مرة شيكت كان هو مش نوعها. تاني يوم كوتو خلص شغله بدري وراح لأول يوم ليه في المدرسة. لما وصل لقى أروما بتشد في شعرها عشان طلعت في نفس الفصل مع أيوبا، وده خلى كوتو يدرك إن الترم بتاعه اتشلوح وزاد وغطى لما لقى نفسه قاعد قدام أيابا اللي قعدت تلمح إنهم هيروحوا الحمام سوا في الفسحة. وقبل ما كوتو يستوعب هي تقصد إيه، واحدة صاروخ دخلت بتدور عليه فخرج معاها يتكلموا بره. هناك عرفت نفسها باسم هايمي من فريق الطايرة، وقالت إن ميوكي بعتتها ليه، طلبت مساعدته وشرحت إن ميوكي قالت لها إنه شاطر في التعامل مع جسم البنات وهي عايزاها يتعامل مع جسمها هي كمان عشان تبقى جاهزة لمعسكر التدريب في الويكند. وأصرت إنه يجي معاها المعسكر ومسكت إيده عشان توري جديتها، بس لما استوعبت هي بتعمل إيه جريت وهي مكسوفة. وهي بتمشي كوتو قرر يروح المعسكر بما إن ميوكي ممكن تكون هناك. في الويك إند كوتو قاعد في أتوبيس مليان بزميلات ميوكي وبيسفهوا عليه إنه عايش في سكن فيه 10 صواريخ، وكوتو بيسأل نفسه هو ورط نفسه في إيه. ميوكي سألته جاي ليه، بس هو اتنرفز عشان فاكرها عارفة. لما قال إن هايمي طلبت منه يجي، البنات التانيين بدأوا يلسنوا ويقولوا إنه بيتحجج عشان يبقى مع ميوكي. بعد ما وصلوا كوتو تابع البنات بتتمرن واستغرب ليه هايمي جابته بما ان البنات اصلا فت. ساعتها هايمي ظهرت وهي ميتة من التعب من التسخين بس، وقالت ان ما عندهاش لياقة لتمارين ميوكي، وشرحت ان ميوكي في مستوى تاني وباقي الفريق بيعاني عشان يلحقها. وفي معسكر السنة اللي فاتت كانت معجزة ان محدش اتصاب، وترجت كوتو ياخد باله من ال30 بنت كلهم في المعسكر ويعمل لهم مساج عشان ما يتصابوش. سمع الكلام ده صدم كوتو وبدأ يتساءل ايديها تستحمل ازاي. بعد كده هايمي عرفته على البنات وقالت لهم يروحوا له عشان مساج لو حسوا بوجع. وقبل ما كوتو يدرى لقى نفسه شغال مع 3 بنات ورا بعض وبيسيب كل واحدة فيهم ورجليها بتخبط في بعضها. لما يخلص على المغرب كان جاب جاز من كتر المساج وحاول يريح، بس حتى وقتها هايمي ظهرت وترجته يعمل مساج ل6 نطاطين مرة واحدة. ورغم ان كوتو خلص بنزين، بس الراجل المثقف اللي جواه ما قدرش يرفض تدليك مؤامراتهم فخلص عليهم في لمح البصر. ولسبب ما الدنيا بدأت تمطر بس مش من السماء. بعد كده هايمي شكرته على المساعدة واقترحت عليه يريح في الينابيع السخنة، وأكدت له إن الوقت متأخر ومفيش بنات هتيجي. كوتو شكرها وراح عشان يروق، بس أول ما نزل المية ميوكي ندهت عليه وطلع إنها كانت هناك طول الوقت. وجودها خلاه يتخض لدرجة إنه فكر يخلع، بس ميوكي أصرت يفضل عشان عايزة تتكلم. وهم مدين ظهرهم لبعض ميوكي اعتذرت إنها خلته يهتم بكل زميلاتها، بس هو قال لها ولا يهمك، دي جلسات المساج الكتير علمته حاجات ياما. رغم كده ميوكي قالت إنها كابتن فاشلة عشان ما خدتش بالها إنها بتضغط فريقها فوق طاقتهم، وعرفت بس عشان هايمي قالت لها. كوتو قال لها ما تزعلش نفسها لأن التمرين نفسه مش وحش، بس البنات قدراتهم مختلفة وكل واحدة محتاجة رعاية تناسب جسمها. وبعدين قال لها قد ايه هي مذهلة وانها مش كابتن وحشة ولازم تكون ممتنة ان عندها نائبة يعتمد عليها زي هايمي. وكمان قال لها تعتمد عليه هو وقت الحاجة، بس بدأ يتوتر لما لاحظ انه شايف بلكونات ميوكي. ميوكي ضحكت على رد فعله وقالت له يا حنين، وعرضت تعمل له مساج بما انه طلع عينه طول اليوم. في الاول كوتو توتر عشان سلاحه بدأ يشد، بس هدي ووافق يعلم ميوكي ازاي تعمل مساج، بس فضل انه يكون متغمي لاسباب واضحة. في البداية قال لميوكي ازاي تمط دراعه، ولما عملت كده بدأ يحس بمخدات طرية على ظهره، وده خلاه يدرك انها موهوبة بالفطرة. دي نهاية. مع الوقت كوتو يعلمها ازاي تمط ظهره وبيتفاجئ بقد ايه هي شاطرة مع ان دي اول مرة ليها، ونتيجة لده بيخليها تمسك تقنية مساج اعقد شوية بتعمل فيها اطالة لدراع كوتو وهي شغالة من غير ما تحس. اجراسها بتهتز بسبب السرعة اللي هي شغالة بيها، بس كوتو ما كانش ليه الشرف يشوف عشان كان متغمي. بالنسبة لتقنية المساج اللي بعدها
كوتو قال لها تشبك دراعها في دراعه عشان تقدر تستهدف مجموعة العضلات اللي حوالين كتفه. ولما عملت كده كوتو أدرك إن تمكنها عالي جدا عشان قادرة تتحكم في قوتها. الموضوع حلو أكتر لما كوتو بدأ يحس بجرادل اللبن بتاعتها واتمنى لو يقدر يفضل في الوضع ده بقية حياته. بعد شوية ميوكي خلصت إطالة الدراع، فكوتو قال لها إنه محتاج ينام عشان المساج الجاي، وبما إن مفيش سرير عدل في منطقة الينابيع ميوكي اقترحت إنه يتصرف ويستخدم الدكة، وكوتو وافق رغم إنه حاسس إنه بيخليها تعمل مجهود زيادة. وهو ممدد على الدكة ميوكي بتعمل مساج لظهره، وكان بيعاني عشان يمسك نفسه من إنه يطلع أصوات صعيدة. ولما أدرك إنها أشطر مما كان متوقع قرر يعلمها تقنية مساج متقدمة أكتر عشان تستخدمها عليه. قال لها تنام على الدكة وبدأ يلمس نقط مختلفة في ظهرها هتساعد في التوافق العضلي وتحسن الأداء البدني. بدأ من أسفل ظهرها واتنقل لجنبها وبعدين فنش بظهرها من فوق وكتفها. كوتو بدل الأماكن مع ميوكي عشان يسمح لها تستخدم التقنية المتقدمة عليه، وقبل ما تبدأ لاحظت إن عضلات كوتو أخيرا بقت مرسومة وبدأت تقع في حبه عشان هو فت، بس فاقت لنفسها عشان لازم تفضل مركزة. بعد حوالي 5 ثواني في المساج تعبت عشان كانت بتضغط جامد بصوابع إبهامها، فكوتو نصحها تحط وزن جسمها كله ورا صوابعها وتجرب تاني. ولما عملت كده أدركت إن المساج بقى أسهل عليها، في حين كوتو كان فاضله ثواني ويفصل شحن عشان صوابعها كانت جامدة جدا. اعترف إن مهارة المساج بتاعتها دي موهبة صافية، واتمنى لو يقدر ياخد جلسة مساج خاصة منها، بس أدل الفكرة دي عشان ما يرساش بيه الحال بيدفع نفقة عيال. شوية وميوكي خلصت المساج وكوتو قال لها إنها كانت ممتازة، وبعدين اقترح إنه يعمل لها مساج عشان يرد لها الجميل ويخفف عنها التوتر، وقال لها تقعد عشان يقدر يحدد المناطق اللي محتاج يلمسها، وبما إنه متغمي اعتمد على اللمس عشان يحدد يركز فين. بس في النهاية ما قدرش يكتشف أي تعب متراكم في جسم ميوكي. ميوكي اعترفت أنها عمرها ما حست بتعب بعد تمرين اليوم، وقالت إن ده بسبب إنها بتعمل إطالات مكثفة بعد التمرين. سماع الكلام ده خلى كوتو يدرك إنها عارفة جسمها كويس جدا، وقال لها تروح تنام بما إنها مش محتاجة مساج. ورغم إنها ردت إنها عايزة صوابعه السحرية، كوتو فوت فرصة الخبط وأصر إنها تروح تنام بدلها. زعلت وهي ماشية، بس اتبسطت لما كوتو قال لها تجيله لو احتاجت أي حاجة في المستقبل. بعد كام يوم كوتو وميوكي سابوا المعسكر ورجعوا السكن بعد ما سمعوا إن أروما عملت حادثة. لما وصلوا شافوا أروما بكاحل ملوي وعرفوا إنه هياخد حوالي أسبوعين عشان يخف. كوتو اتخض وأدرك إن الإصابة خطيرة، بس ميوكي ارتاحت شوية بما إن أروما هتلحق تلعب في بطولة كرة السلة اللي جاية. شوية وأيابة ظهرت ونرفزت أروما بتلقيح كلام عليها عشان مش عايزة تريح في السرير. قبل ما ميوكي تمشي ترجت كوتو يخلي عينه على أروما وحذرته إنها ممكن تضعف وتتمرن رغم إصابتها. تاني يوم بعد ما خلص شغله كوتو راح يطمن على أروما عشان يتأكد إنها مريحة في أوضتها. أروما قالت له مش محتاج يراقبها كل ثانية، وأكدت له إنها مفيش في خطتها تخرج من السكن تتمرن، وكمان قالت إنها ماشية على نصيحة كوتو ومخففة التمرين. وعشان تثبت إنها بتقول الحقيقة أصرت إن كوتو يعمل لها مساج سريع عشان يشوف لو جسمها مجهد. قبل ما يبدأ كوتو سألها لو حاسة بوجع في أي حتة، فردت إنها حاسة إنها زي الفل. مصدوم كوتو بدأ المساج بلهفة عشان يتأكد بنفسه، وأدرك إن كلام أروما صح، وبما إنها في قمة لياقتها اقترح يعمل لها مساج عادي مريح عشان يساعدها تفصل. وافت، وهو راح يجيب اللي سماه سلاحه السري واللي طلع بخور معطر. لما أروما سألت عنه قال إنه عشان يساعدها تسترخي. بعد حوالي 5 دقايق لاحظت إن الريحة خلتها تحس بالاسترخاء فعلا، وجهزت نفسها للمسة بكوتو السحرية. وأول ما كوتو بدأ المساج استغربت إيه المميز فيه، لأن لمسة واحدة بس خلتها تترعش. حست بالسخونية لما وصل لكتفها وكانت خلاص هتموت وتطلع أصوات سعيدة، بس عشان مش عايزة كوتو يفهم غلط قررت تمسك نفسها وتشوف هتستحمل لحد إمتى. بعدها بمدة مش طويلة بدأت تهلوس وتخيلت نفسها في مجرى مية، ومع طرطشة المية حواليها أدركت بهزار إنها تبقى أم ال5 عيال لو كوتو فضل هو دكتور العلاج الطبيعي بتاعها. فاقت للواقع لما كوتو خلص المساج. خرج لحظة يرمي البخور، بس لما رجع أروما كانت اختفت، وفوراً أدرك إنها اشتغلته وطلع يجري على ملعب كرة السلة بتاع المدرسة فاكر إنها هتكون هناك. أول بنت سألها افترضت إنه بوي فريند أروما، فشرح لها إنه مسؤول السكن بتاعها. البنت استغربت إن أروما مش في البيت بما إنها مريحة من التمرين الفترة دي، بس افتكرت إن أروما كانت الطالبة المستجدة الوحيدة اللي اختاروها للبطولة اللي جاية، واستنتجت إن الضغط ممكن يكون خلاها تسيب السكن. قالت لها كوتو عن ملعب تاني تحت كوبري، ولمحت إن أروما ممكن تكون هناك. ممتن للمعلومة. كوتو طلع يجري بيلوم نفسه على تصرف أروما، وحاسس إنه كان لازم يتكلم معاها بجدية عشان يفهم هي بتمر بإيه. شوية وصل الكوبري ولقى أروما قاعدة لوحدها سرحانة في التفكير. لما شافت إنه لقاها أروما اعتذرت
قالت إنها هربت من السكن، بس أصرت إنها ما جاتش هنا عشان تتمرن. الظاهر إنها هربت عشان تشم هوا، واضطرت تعمل كده عشان عارفة إن كوتو ما كانش هيسمح لها. كوتو حس بالذنب لما سمع الكلام ده، بس أروما قالت له ملوش ذنب في حاجة، وهي بتفتكر قالت إنها كانت مستواها ضعيف قبل ما تقابل كوتو، وبفضل مساجه ونصايحه بدأت تهتم بجسمها، وده ساعدها جدا، وبدأت تشوف تحسن جنوني في لعبها للسلة، وده اللي خلاها تختار للبطولة اللي جاية. بس كل ده راح بسبب إصابتها، ورجعت لنقطة الصفر. نزلت دموع وهي بتحكي، وسألت كوتو ممكن تعمل إيه عشان تخرج من الموقف ده. كوتو صعبت عليه وعرض عليها يفحص عمودها الفقري والخلفية عشان يشوف لو في أي عيوب. أروما وافقت ونامت على الدكة مستنية كوتو يشوف شغله، بس اللحظة اللي بدأ يلمس ظهرها استغربت ليه جسمها مولع نار. بعد دقيقتين كوتو قال لها محتاجة تبدأ تمرين تاني عشان ترجع لقمة لياقتها. أروما اعترضت عشان الدكتور حذرها لازم تريح، بس كوتو أصر إنها تتمرن عشان تعظم قوتها وتقلل نقط ضعفها. هو شايف إن مشاكل أدائها نابعة من الوسط والخلفية المسطحة، فاقترح تمارين غير ضارة هتستهدف المناطق دي بالتحديد. لما سمعت كده أروما قالت له إنها هتضطر تاخد أسبوعين أجازة من الرياضة لو مشيت ورا خطته، وممكن تكون مصدية في السلة لما ترجع. ورغم إن كوتو وافق على ده، قال لها إن لما خلفيتها تتملي ده هيساعد في قوتها البدنية ويحسن أدائها في الملعب. من جواه كوتو حس بالذنب إنه ما كانش عارف أروما بتمر بإيه في الملعب، فوعد إنه يتحسن، وعرض يكون نظام الدعم البدني والعاطفي ليها، وبعدين ترجع أروما تثق في توجيهاته مرة كمان. وأروما قبلت لما شافت قد إيه هو صادق، وكمان قالت لكوتو يناديها باسمها الأول بما إنهم بقوا قريبين. بس ده صدم كوتو لأن امتيازات زي دي عادة بتنتهي بشوية تسقيف. على مدار الأسبوعين الجايين أروما نفذت كل التمارين اللي كوتو ورها لها، وفي اليوم الأخير لاحظت إن خلفيتها بقت أكبر من تايلور سويفت. وهي رايحة المدرسة الناس جملتها إنها في فورمة تمام، وحتى لمحوا إنها ترجع تمرين السلة تاني. ده فرح أروما، بس ابتسامتها اتشدت في السيفون لما 3 مزز وصلوا وبدأوا يتكلموا مع كوتو. طلعوا من فريق ميوكي للطايرة وقعدوا يسفوا على كوتو إنه ماشي للمدرسة مع 2 مزز، وكوتو بيحاول يشرح موقفه. واحدة من البنات قطعته وترجته تعمل لها مساج لظهرها في وقت فراغه، وهو وافق. في الوقت ده أروما كانت بتغلي من الغيرة عشان هو واخد ويدي مع بنات نطاطة أكتر منها، ورغم إن كوتو قال إن البنات من فريق ميوكي أيابا وأروما زعقوا فيه عشان بيدي وش المزز زي دول. فجأة نائبة المدير ظهرت وبدأت تحقق هم بيعملوا إيه. نائبة المدير فورا فكرت إن كوتو بيعمل حاجة مش لولا بد، وطلبت منه يقابلها عن انفراد بعد المدرسة. وهي بتمشي أيابا وأروما استغربوا كوتو عمل إيه عشان يزعلها، لأن الاستدعاء عن انفراد ده ما بيخلصش على خير. بعدين في اليوم ده بعد ما كوتو خلص حصص راح يشوف نائبة المدير، بس لاحظ إن مكان مقابلتهم هادي بشكل يثير الشك. لما قابل نائبة المدير قالت له إنها سمعت إشاعات عنه إنه بيخلي كل بنات المدرسة يحسوا إنهم كويسين بفضل صوابعه السحرية. من جواه كوتو استغرب هي عايزة منه إيه، بس كان هيفصل شحن لما الطب بتاع الست بدأ ياخد دمج. الظاهر إنها عايزة تدوق صوابعه السحرية، وبتخطط تستخدم جلسة المساج كوسيلة تخليه يعمل حاجة غبية. بس لصدمتها كوتو شاف بلكوناتها وتصرف كأن السجق بتاعه في أجازة، وبعدين بدأ يعمل مساج لكتافها، ومش مدرك إن اللي بيعمله ده بيخلي نائبة المدير تتجنن. وهو شغال الست حاولت بكل قوتها تتجنب تطلع أصوات سعيدة، بس بدأت تهز أجراسها عشان تغري كوتو، أملها إنها ترفضه اللحظة اللي يغمس فيها الصنارة. بس بدل ما يحسس على الواضح كوتو طنش وشاور على ظهرها، وأكد إن قعدتها غلط وإنه حاسس إن ظهرها بيوجعها. سمع الكلام ده صدم نائبة المدير، واستغربت كوتو عرف ده إزاي من مجرد مساج كتاف عادي. كوتو قال لها دي مش أول مرة يعالجها، وطلع إنها الست اللي عالجها في الشارع أول ما وصل المدينة دي. كوتو ادعى إنه مش بينسى أي حد لمسه، وبفضل ده قدر يعرف بسرعة إيه اللي تعبها. وبعدين عرض عليها شوية تمارين إطالة عشان تقلل الشد في ظهرها، بس هي رفضت وسابت الأوضة. بره طلبت خدمة من الرئيس، وطلبت منه يوافق على معسكر تدريب لكل طلبة الرياضة. ولما الرئيس وافق بدأت تبتسم زي السايكوباتية عشان عايزة تكشف انحراف كوتو. بالليل وقت العشاء كوتو قال لإياضا تخلص أكلها، بس هي قالت إنها تمام باللي كلته لحد دلوقتي. لما سمعت كده أروما قصفت جبهتها وقالت إن عادات أكلها هي السبب إنها مسطحة من الناحيتين، واستعرضت مهاراتها وقالت إن تمارين كوتو جابت نتيجة. بس كل ابتسامتها اختفت لما ميوكي هزت أجراسها لأنها ما تقدرش تنافس دول. بعد كده تشيو اتكلمت عن معسكر التدريب اللي جاي، وقالت إن كل الشباب هيلبسوا مايوهات. هي متحمسة عشان هي أطرى واحدة في الأوضة، ومعتقدة إن كوتو يقدر يدلك القلل دي لحد ما تتملي لبن. للمفاجأة كوتو قال إن ده ممكن، بس استقر إنه يعلم البنات إزاي يعملوا ده عشان ما يصحوش
الحوش بكرش الصبح، وهو بيغمي نفسه البنات وقفوا قدامه لابسين هدومهم الحرير، وتشيو بدأت تتكلم ازاي كوتو ممكن يخسر جالونات الليلة دي. كوتو ادعى ان جزء منه ميت عشان هو مدير رياضي محترف ولازم يمنع السجق بتاعه من الطبخ كل ما يعمل مساج لستات، وكمان زود انه ما بيعرفش يدخل في مود. وده خلى البنات يقلقوا عليه. بعد كده بدأ الجلسة وورى البنات ازاي يستخدموا صوابعهم عشان ينفخوا بلالينهم. قرب النهاية البنات لاحظوا تدفق دمك أكتر لصدرهم، فكوتو قال لهم يستمروا على التمارين دي حوالي 6 شهور عشان يشوفوا أحسن نتائج. سماع الكلام ده فرح الكل وبقوا متحمسين إنهم يشيلوا مدافع على بلكوناتهم. دي نهاية فيديو النهاردة. لو فضلت لحد هنا اكتب في الكومنتال حكاية مسكرة واعمل لايك لو عايز جزء تاني، وما تنساش تشترك في القناة وتشوف الفيديو الجاي، يمكن يكون ملخص الأنمي المفضل الجديد بتاعك.